استوديو دريم وركس انيميشن يعتبر بالنسبه لي حاجه لا تقاوم ولا تقدر بثمن. الاستوديو ده كان بالنسبه لي بيعرف يقدم الحاجه اللي ديزني ما كانوش يقدروا يقدموها، بل تصل كمان لدرجه انهم احسن من بيكسار في بعض الاحيان. ما حدش يقول لي ان توي ستوري 3 احسن من هاو تو ترين يور دراجون. دريم وركس عندهم اللمسه الاستثنائيه اللي ممكن يعملوا بيها فيلم فيه فكره وممكن يطلع زباله، وممكن يعملوا فيلم فيه فكره برضو ويطلع عظمه على عظمه. وكله في الاخر تجارب بتمت فكرة البارودي اللي الاستوديو اتبنى عليها من اول ما جيفري كازنبرج خرج من ديزني. من اول افكار احنا مش ديزني باكتر الطرق الممكنة، لحاجات زي فيلم النهاردة. فيلم كان هيبقى بارودي الافلام الاكشن القتالية زي كيل بيل، خد الفكرة بالكامل وحولها لحاجة مختلفة. بدل ما يبقى بارودي تقليدي لافلام تانية زي ما بيعملوا، هيبقى فيلم تقيل بمفرده مليان قصة وبيقود نفسه. فيلم كونغ فو باندا حاجة استثنائية تماما عن أي حاجة خرجت من دريم وركس في 2008. صيت مختلف تماما عن الاستوديو قدر يقدمه لحد الوقت ده من ناحية الجودة والسرد. حاليا الفيلم يعتبر ميم ماشين مع نفسه محدش يقدر يلمسه، من جمل اوجواي العظيمة لحد الوان لاينرز اللي بتبقى نازلة بين الحين والآخر في الفيلم اللي خلته كلاسيكي مع أي عنصر من الزمن. مانكي. محدش كان متوقع ان فيلم محروق كفكرة زي كونغ فو باندا يبقى علامة كبيرة في السينما والرسوم المتحركة عموما. يعني تخيل تقولي جاك بلاك في دور باندا في فيلم رسومي، اكيد ده هيبقى فيلم كوميدي في قمة الكرنج. كونغ فو باندا من مفاجآت دريم وركس القوية جدا. ما كانش حد يصدق ان نفس الاستوديو اللي عمل فيلم النحلة والجزء الثالث من فيلم شريك يعمل فيلم ماستر بيس للدرجة دي، من نتاج فني سخيف لعمل فني رائع. في وقت لقينا فيه السينما الرسومية مسيطر عليها بشكل شبه أكمل من بيكسار، مع مواجهة ديزني صعوبة إنتاج أفلامهم الرسومية مع نفسهم، وبالكاد نلاقي تواجد منافسة في الساحة من دريم وركس من وقت للتاني، خصوصا مع شريك. قصة البطل التقليدي اللي لازم ينتصر على الشر في الآخر ما خلتش الناس تتشد من البداية، لكن التنفيذ وإدخال عدة أفكار وعوائق جسدية ونفسية وفكرية خلت الناس تتشد أكتر للفيلم ده. تفاصيل كواليس الفيلم وايه اللي اتعمل واللي اتغير واللي حصل مش كتير الصراحة، مش ليفل ديزني من ناحية التدخلات والتعديلات الكتير اللي بتحصل مع العشوائية واحتمالية العبث اللي بتحصل في الكواليس. الفيلم اتعلن عنه في اكتوبر 2004 كفكرة في الاصل انه يكون كوميدي فنون قتالية شعبية. جون ستيفنسون احد مخرجي الفيلم كان معترض على الفكرة ديت، وكان عايز يوصل الفيلم انه يبقى فنون قتالية بجد. فيلم فنون قتالية كبير يستحق يكون فيلم الصيف، ويكون فيلم روش، يكون رسوميا جميل وحركيا اروع، لان الافلام القتاليه بتكون دائما رائعه المنظر. ونجرب نحط على كل الكلام ده شويه مشاعر على شويه عواطف. مش معروف بالظبط امتى فكره الفيلم اتغيرت للشكل اللي الفيلم خرج بيه، بس واضح ان فكره الفيلم الكوميديه الاصليه اتغيرت بدري قوي مع وضع الكاست بتاع الفيلم اللي ترأسه جاك بلاك في شخصيه بو، مع وجود داستن هوفمان وانجلينا جولي كاصوات رئيسيه ثانويه. بس كده، مفيش اي حاجه تانية حصلت في الكواليس غير شغل الانتاج المعتاد. دريم وركس نفسهم اعجبوا جدا بسلاسة الشغل على الفيلم دوت من غير اي مشاكل كتير، ان كان في مشاكل اصلا. واضافه ان جاك بلاك مع الطاقه بتاعته والموهبه بتاعته اضافت شويه لشخصيه بو في المنتج النهائي، مع تعديل بناء على هيكل اداء جاك بلاك لشخصيه بو. بس كده، دي كل كواليس الفيلم بتاعنا. انا مش ممكن اقدم وصف لسيولة وسلاسة كواليس الانتاج بتاعت الفيلم ده حتى بيكسار في افلامهم كانوا برضه بيدخلوا في مشاكل كتير، ومنهم مع ديزني من ايام التسعينات ولحد يومنا هذا. انتاج الفيلم ده ممكن يكون معجزة رائعة، لكنه مش اثبات لاي حاجة تقول ان جودة الفيلم تنافس بيكسار، ولا حتى الفيلم نفسه تقيل. لكن بشكل اولي الفيلم واضح ان معمول بجودة بشكل جماعي. مفيش حد اعترض على اي حاجة في الفيلم وهو في الانتاج طول الفترة دي. كونغ فو باندا مش فيلم نازل يحرك الإبرة للأمام، واحنا مش محتاجين كده في الوقت دوت من أي حد أصلا. احنا محتاجين فيلم حلو. كونغ فو باندا بقى نازل يعمل كده، ولا فيلم مدغاسكر 2 هيبقى أحسن منه؟ خلينا برضو نكون عارفين ان الفيلم ده يمتلك مقومات مرتفعة من الكاست الصوتي، ممكن فعلا يحرك سوري دريم وركس للأفضل من خلال الجودة بتاعت الفيلم. قبل ما أبدأ المراجعة بس عايز أنوه عن حاجة مهمة. محدش وهقولها كمان مرة،
محدش يتفرج على الفيلم مدبلج. الدبلجة هتوقع اكتر من 70% من تجربة الفيلم الكاملة والاداء والاخراج والهندسة الصوتية بتاعة الفيلم، في مقابل ان حد مكسل يقرا الترجمة. طبعا كل واحد حر، ما قلناش حاجة، بس ما نجيش نبوظ تجربة الفيلم لاسباب زي ديت. الانطباع الاولي اللي الفيلم اشتغل بيه جاي يقول لنا ان ده فيلم ترفيهي عال. ستايل رسوم مختلفة جميل جدا، مقتبس عن الثقافة الصينية، بيهيئ المشاهدين ما بين الاكشن وتفاصيل صغيرة لبناء باقي الفيلم فيما بعد. حلاوة الفيلم في بدايته انه بيجهز نفسه بطريقة تتلائم مع الفيلم. الفيلم عارف انه مش بيحكي قصته على طريقة بيكسر، بس في نفس الوقت الدخلة اللي بدأ بيها الفيلم عارف يستفاد بيها لأكبر شكل ممكن، يحمس المشاهدين لحاجة كبيرة، وبنى الشخصية الرئيسية بسرعة، وتعرفنا على جوانب الحياة الشخصية من خلال اللمسات الخفيفة زي الزلة ديت أثناء ما مستر بينج كان ماسك الشيلة على أساس إنهم بيلعبوا على الجمهور إن والد بو هيطلع باندا. المشهد الدقيقتين ده الصراحة عبقري جدا، إنه عرف يبني شخصيتنا لأكبر شكل ممكن ومن غير ما يتحس بأي شكل إنه مزعج. ومن البداية الفيلم ماشي بأسلوب عظيم جميل للإضاءة بشكل بسيط حتى الآن. باقي تقديم الشخصيات الرئيسية ماشي بشكل رائع. في مشهد أكشن واحد اكتشفنا مدى خطورة وحرفية وتعاون الفيوريوس 5 مع بعض، وفي نفس الوقت مدى قدرتهم القتالية قصاد معلمهم، ومين هو معلمهم بشكل روش جدا. يزيد بقى على المشهد ده ويساعد معاه طبعا هو مشهد اوجواي اللي ماشي على خط لا ينحرف يمين ولا يسار في الكوميديا، وطبعا جدية وروحانية والبناء اللي يطلع لنا اوجواي في شخصيته النهائية. Tai Lung does not leave that prison. One often meets his destiny on the road he takes to avoid it. ختام مقدمة الفيلم اللي في أقل من 10 دقايق قدروا إن يبني الكاست بالكامل وهيفضل يستمر في الفيلم، حط حاجة روشة للمشاهد وأفكار للي هم عايزينه، وفي كوميديا وان لاينرز حلوين جدا في النص. الكتابة بتجامل الإخراج بتاع الفيلم بشكل جميل جدا. But who is worthy to be trusted with the secret to limitless power to become the Dragon Warrior? I don't know. 10 دقايق والفيلم لسه ماسك نفسه بامتياز، عرفنا فيها كل التفاصيل المهمة والشخصيات اللي اتقدموا، ودخلنا بعدها على أسس وعواميد الفيلم. بو وشيفو، الفيوريوس 5 وتاي لونغ هيجي لاحقا. بو وزنه زائد، بيحب الكونغ فو وبيحلم ولا حلم انه يكون في يوم يبقى زيهم. كله بيستهزأ بيه، بيتنمر عليه، وناهيك عن الكثير من المشاكل الأخرى اللي بو بيعيشها. يدوب حتى يقدر يطلع سلالم الجيد بالاس بالعافية. كل دي كاركترستيك صغيرة بس بتفيد في البناء كويس جدا واحنا ماشيين في القصة، ونكتشف ايضا جزء من مميزات وذكاء بو قصاد عيوبه الكتيرة دي كلها. من الحاجات الجميلة في المشاهد بتاعت بو وهو بيحاول يدخل استعراض اختيار الدراجون وورير، انه هما بيظهروا مهاراتهم للاستحقاق للقب بتاع اوجواي، بو كان بيعمل نفس الحاجة من منظور اخر بره حلبة الاستعراض. بو ممكن يكون مش بيعرف فنون قتالية، لكن بيعرف يشغل دماغه. دي ميزة غير عملية مع الفيوريوس 5، لكنها تقيلة جدا وفي مصلحة بو في نهاية الفيلم لما يتعلم فنون قتالية، وليه هو تم اختياره وعن استحقاق لهذا اللقب. I sense the Dragon Warrior is among us. غير الإخراج الجميل اللي بيستمر يصور لنا بو في الفيلم ده، وقد ايه المجتمع اللي حواليه مش متقبله ودايما وحيد. مشاهد التدريب دي كلها جميلة جدا ومليانة كمية تفاصيل صغيرة مهمة جدا في الفيلم. من الحاجات اللي بتحمس فكرة الريواتشابيلتي او العودة للفيلم مرة اخرى وملاحظة حاجات احنا ما خدناش بالنا منها لكنها مهمة جدا وجودها في الفيلم. وبينما الجميع يحتفل، شيفو بيمر بأسوأ لحظة في حياته، كأن تدريباته طول عمره ملهاش اي معنى مع الفيوريوس 5، او بمعنى صح انه بيبص للموضوع من منظور اب قاعد يربي اولاده ويطلعهم عشان يبقوا احسن حاجة، لكن ما تمش اختيارهم لاحسن حاجة مع وجود شخص اخر جه
بالصدفة. وعلى سير الأحداث من منظور آخر، شيفو في خوفه من عودة تاي لونج تسبب في حتمية عودته أكتر لما بعت المرسل اللي في المقابل سهل عملية خروج تاي لونج من السجن. ايه ده يعني اوجواي ما كانش السبب يعني؟ في الحقيقة لا، اوجواي قال ان تاي لونج هيرجع، لكن شيفو على نفس كلام اوجواي هو اللي تسبب في تحديد مصيره. كتابة الفيلم هنا ممكن تكون خادعة، وممكن تكون تصور لنا ان اوجواي هو اللي تسبب في عودة تاي لونج عن قصد، لكن الفيلم مش ساذج للدرجة دي. وعلى مقولة اوجواي There are no accidents. الفصل الجديد من القصة بنلاقيه بيبتدي مع بو مش فاهم اللي حصل، بيتهان ويتضرب وبيتقل منه ومحدش متقبله، وهو نفسه متقبل كل الجرح ده وفرحان انه موجود وسط ابطاله المفضلين، زي الطفل اللي دخل محل لعب ومش عايز يطلع منه لانه اخيرا متواجد في افضل مكان على الكوكب. شيفو عايز يطرده لانه مش شايفه بنفس صورة الفيوريوس 5، مش شايفه مميز في حاجة، وعائق كبير واستحقار ليه وللي قدر يقدمه. جزء من القصة ديت منتهت كاستجمال الافلام، البطل الضعيف طلع هو اللي يستحق في النهاية بشكل لا منطقي. لكن افتكروا برضو ان طول الفيلم لحد قتال الفيوريوس 5 مع تاي لونج، تايجرز لسه متشالة في الاكشن لحد لحظتها دي، وهنعرف ليه بعدين. فيما ان اللي بيحصل ان كل واحد بيتريق على بو عشان ما بيفهمش كونغ فو ولا يلائم حتى لقب الدراجون وورير، محدش جرب يساعد او يدرب بو باي شكل ولا بالطريقة اللي يقدر يتعامل معاها. في جزء تاني من القصة احنا نفسنا مش فاهمينه ان ليه شيفو بيعامل بو بالطريقة ديت، وليه هو نفسه بيعارض اختيار اوجواي، وليه مصر على الفيوريوس 5 وبالتحديد تايجرز عن تدريب بو. تفاصيل كتير بسيطة في التلت الأول من القصة محطوطة بشكل جميل جدا، ومعاهم دمج ما بين الكوميديا والجد والإفيهات العبقرية مع خليط رائع وممتع جدا للمشاهدة. بعيدا عن جمال الألوان والإضاءة في المشاهد ديت اللي هي جميلة جدا بالمناسبة، بس المشهد ده مهم جدا، إن بو يبقى أخيرا في حضرة وجود أفضل أبطاله، منهم اللي عايز يقوله مكانك مش هنا، وبيحاول يتأقلم مع الوضع ويفتح نفسه وهما مش راضيين إنه يسمع من أفضل أبطاله. You don't belong in the Jade Palace. You're a disgrace to Kung Fu, and if you have any respect for who we are, you will be gone by morning. إن مجرد وجوده معاهم هو مهين للفن بتاعهم، وقدر يبلع الكلام دوت لمجرد إنه لسه مش فاهم خطورة مكانته، هو شيء قلل من نفسه جدا. والألوان في المشهد ده بتلعب دور مهم عشان تبين كده بشكل كويس. الإخراج جميل والتفاصيل جميلة. القصة محروقة، بس اللي بيحصل لحد دلوقتي يخلي أي حد يتابع بشغف حتى لو مش مهتمين بالقصة بتاعت الفيلم الأصلية، لكن القصة بتجذب المشاهدين على حاجات تعتبر استجمة في الأفلام، حاجات محروقة. الفيلم كمان بينزل شوية في الريتم بتاعه حبة حبة، بس بينزله بطريقة ذكية عشان يطلعه مرة تاني واحنا ماشيين في القصة مع قرب خطورة الموقف ومع زيادة خطورة بو في المكانة اللي هو فيها. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. الفيلم منسيش انه يظل روش، وبناء عليه هنشوف واحد من افضل مشاهد الاكشن والاخراج والاضاءة والمتعة البصرية في لحظة هروب تاي لونج، وبناء بسيط ليه ان ليه هو خطير وهو بيقتل 1000 جندي حارس في السجن، وبيستخدم العوائق اللي حواليه عشان يشغل دماغه ويهرب. حاجات بسيطة كده بس بتقربنا في البناء لصورة معاكسة لحاجة شفناها قبل كده، زي مثلا ما بو كان بيعمل خارج الجيد بالاس. حاجات صغيرة بس هتفيدنا بعدين. نستمر بعدها على عند شيفو في محاولات طرده لبو الفاشلة. بو بيحاول يعور عدم قدراته على الكونغ فو بالتدريب باكرا في محاولة إبهار الجميع، لكن الجميع ما زال متشائم. شيفو يحاول يحط الجميع قصاد بو، لكنه يلاحظ انه معجب انه بينضرب من ابطاله المفضلين. في محاولة مالية بالتعصب وعدم اليأس من بو، شيفو بيعلمه اول دروسه بالفعل هيستخدمه في نهاية الفيلم قصاد تاي لونج. Oh, yeah! To take his strength and use it against him until he finally falls or quits.
الفيلم مليان تفاصيل حلوة جدا، وما زال الوضع كما هو عليه. لكن في اليوم الثاني ابتدى بو يتكلم ويفتح عن نفسه لأبطاله. بو برضه بيستفيد وبيفيد لجميع المعلومات اللي بيقولها واللي بيجمعها عن الكونغ فو. في حاجة ان مش كل ابطاله يعرفوا الكلام اللي بو عارفه، بس هما كذلك يعرفوا حاجات مش كل الناس عارفاها، فالاتنين نلاقيهم لايقين على بعض جدا. ومن هنا تيجي بلوت بوينت مهمة تانية في الفيلم. تعامل شيفو هو السبب في كل اللي احنا فيه. شيفو هو اللي فضل يدرب ويربي تاي لونج على عقلية واحدة، ان كل تدريباته ديت نتائجها انه هيكون من العظماء، من المحاربين الاساطير، والجايزة انه هيكون الدراجون واريور. شيفو هو اللي قاعد ينفخ في تاي لونج من غير ما يبص عن ازاي هو يقدر يتحكم في نفسه، ومش مجرد قوة لهدف القوة. لكن تاي لونج شرب تعليم شيفو، في المقابل بقى بيستدعي القوة والعنف في اي وقت ولأي سبب. تايجرز هنا في نفس موضع تاي لونج، لكن شيفو ما تعاملش معاها بنفس العطف، بنفس الحب، بنفس الحنان، لانه ما كانش عايز يكرر تجربة تاي لونج. وفي المقابل تايجرس بالشكل ده. وشيفو ما قدرش يوصل نفس التربية ونفس الحب ونفس التدريب للفيوريوس 5 بتايجرس هي اكتر واحدة متضررة. شيفو خايف وخوفه مسيطر عليه بشكل كامل، والمشاهد اللي جاية هتورينا الخوف ده. شيفو خايف، مش مطمن، مش عارف يعمل ايه، وما عندوش اي نوع من الثقة في اي شيء حتى في نفسه. اللي قدامه هو حل من الاتنين، يا اما يدرب بو ويثق في اختياره، يا اما يستنى تاي لونج واللي يحصل وقتها. وخروج اوجواي من الحسبة الاخيرة هتزود الزعر بتاع شيفو اضعاف. امامك اختيارين مفيش تالتهم. اما هذا المشهد فهو واحد من اجمل المشاهد الايقونية. الاضاءة، الالوان، الاخراج جميل جدا. تاي لونج تسبب في ذعر كبير لشيفو. اوجواي بياخد الموضوع ترول ويقول لشيفو يثق في اختياره بكتابة جميلة جدا بتورينا تبادل حديث رائع ما بين الاتنين كأنهم فعلا أصدقاء منذ زمن. ثم يأتي مشهد انتقال اوجواي مع موسيقى هانز زيمر وجون باول في النص، وتحفة فنية رائعة شغالة على الشاشة. في الحين الأخرى من الموضوع اللي بيحصل، بو أخيرا بقى بيتعامل مع الفيوريوس 5 كأنهم صحاب. الكل ارتاح له على تايجرس، لكن هي ليها اسبابها برضه. بو بيدردش وبيضحك مع ابطاله وبيطبخ لهم. تفصيلة بسيطة تانية في المشهد ده، الغالب بيجتمعوا مع بعض على حاجة واحدة مهمة من بو، وهو الأكل. عيب بو الأساسي في الطعام والوزن الزائد هو الحاجة اللي الجميع اجتمع عليها، وأصبح موضع الحوار، وشايفين إن بو شاطر في اللي بيعمله، شاطر في أي حاجة فيها أكل. بساطة المشهد بشكل عام إنه بيهيئ المشاهد بشكل غير مباشر لأسلوب التدريب أو الحل المناسب اللي بو يقدر يستخدمه ويشتغل بيه عشان يستحق اللقب اللي تم إطلاقه عليه. Tai Lung has escaped from prison, and you're acting like children. What? وهنا بقى العداد يبتدي يعد. And you are the only بو فهم كل حاجة. اختيار الدراجون وورير كان بسبب تاي لونج. شيفو كان بيحاول يطرده عدة مرات حتى وبو ما كانش فاهم انه كان بيعمل كده. وبنلاقي الإخراج والكتابة داخلين مع بعض أكتر يهيئوا فكرة إن الفيلم هنا تركيزه مبقاش مع بو ولا هو الأساس الفيلم بشكل مباشر. الفيلم حط شيفو في نص المسرح. لولا ما كانش الفيلم ده حصل، ما كانش تاي لونج هيبقى موجود ولا الفيوريوس 5 كذلك. كل المشاكل من الأول لحد اللحظة اللي احنا فيها لحد رفضه لتدريب بو وإهانته هو السبب في كل حاجة، وخد أكتر من فرصة عشان يحاول يصلح اللي عمله في إيده وهو رافض. لكن هنصحى على غفلة بمصيبة كبيرة وفجأة يلا نتدرب. مش بالسهولة دي. القصة هنا ما بقتش قصة بو، لأنه لما يواجه كلام شيفو على عنده وتنمره وكان يقدر يطلع الأحسن من بو، الغلط كله يبقى على شيفو فعلا من البداية. بنلاقي القصة هنا كلها مع شيفو من أول الفيلم. لما أخيرا جت الفرصة قدامه، جت الفرصة عشان تاي لونج هرب وجاي وعايز دلوقتي تدرب بو. تحول على مزاجك لحاجة شبه الفيوريوس 5 كده، حاجة جمدان. How are you gonna change this into the Dragon Warrior? Huh? How? هتعمل كده ازاي؟ وده أهم سؤال طرحه بو. ازاي تخلي الشخص ده يبقى زي ما انت عايز، وازاي يبقى بنفس فكر الباقي؟ ازاي تحاول ما تشتغلش بالطريقة اللي على مزاجك
وتشتغل بالطريقة اللي تليق للشخص ده. How? I don't know. دي كتابة عظيمة جدا. تايجرس سمعت كل حاجة في الحوار وحست ان دورها ملوش لازمة، زي ما تاي لونج اتدرب وما خدش دراجون سكرول في النهاية ولا بقى دراجون وورير الاصلي. لازم تثبت نفسها انها تقدر، والباقي راح معاها. هنا بقى نبتدي نشوف الحاجة المهمة. بو هيعمل اي حاجة طول ما دماغه فيها اكل. عايز توصل لبو وتعلمه يبقى اسطورة؟ مش هتعرف بالقوة والالتزام اللي اشتغلوا مع تاي لونج والفيوريوس 5، ولا هتعرف بالقوة ولا هتعرف تغريه بأي حاجة غير الأكل. وده اللي هيخلي شيفو يبتسم لأول مرة في الفيلم ابتسامة حقيقية في القصة اللي احنا شغالين فيها، واللي هيخلي باو يعلى في نظره جدا أثناء ما هيبدأ تدريبه، لأن تدريبات باو مش هتكون اعتيادية زي اللي فاتوا خالص. مشاهد مونتاج تدريب باو وقبل تدريب باو بنلاقي إخراج جميل بخلفيات جميلة توحي بأن دي البداية الجديدة، البداية بعيدة عن كل الصداع، بعيدة عن كل المشاكل، بعيدة عن الطرق التقليدية والتعصب وكل حاجة اعتمادها المباشر على السيطرة والمشي على الكتاب، ورحنا للطبيعة، روح الحرية، روح التعلم والمرح والاستكشاف. I now see. الميلاد الجديد لشيفو هو بيتعلم اكتر عن باو وبيكتشفه اكتر كل ما بيتدرب، والميلاد الجديد لباو محارب الفنون القتالية. الاخراج هنا بقى بيشتغل بشكل اكبر، الكاميرا شغالة في وجهة نظر باو ان هو مركز مع الاكل. احنا كجمهور كجزء متابع حركة الكاميرا متابعين لشيفو وازاي هو بيدربه. باو يبتدي تدريبه انه عايز يوصل للاكل باي طريقة، وفي طرق وصوله شيفو هو العائق. واحدة واحدة في المونتاج باو بيعرف يتفادى شيفو عشان يعرف يوصل لهدفه الرئيسي، الطبق. فجأة حركة باو تبقى أسهل، هو بقى بيعرف يصد هجمات شيفو. وفجأة أكتر إن باو عرف يشرح حركات الفنون القتالية بسرعة لمجرد إنه بس عايز يبعد شيفو كعائق عشان يوصل للأكل. لكن إحنا لسه كده يا دوب بادئين. الاختبار الأخير اللي هو الفيوريوس 5 فشلوا فيه في أول الفيلم، باو لازم يجتازه. تغلب على شيفو. آخر امتحان هو معرفة ازاي العدو ممكن يلعب بأي طريقة، وازاي نقدر نستخدم أي عوائق حوالينا حتى لو صوابع كمادة قتالية. فجأة كل مشاكل باو من أول الفيلم زي إنه ما كانش يقدر يقوم بالشكل ده ويتفادى ضربات شيفو وبيرجع يقف على رجليه بسهولة، بيعرف هو بنفسه يقاوم شيفو بكل الطرق الممكنة، ويتصدر كل الأسلحة بتاعته. كل ده وهو بيمرجح وجبة الدامبلينج بتاعته ومش بيسمح لها تقع على الأرض. كل ده مع تدخلات كرتونية وتدخلات فنون قتالية شعبية صينية. والأخير باو وصل لوضعية المقاتل، انتصر وأخيرا قادر ياكل قطعة الدامبلينج بدون أي تدخلات. لكن دي مش الجايزة، باو لسه بيتعلم. رجع حتة الدامبلينج تاني والاتنين أخيرا مبتسمين لبعض، محترمين لبعض، راضيين عن بعض، والاتنين مبسوطين. وكل تفصيلة في تدريبات باو يادوب مجرد مستوى زيادة لصعوده لقمة انه يكون الدراجون وورير. ايه الجمال ده يا اخوانا. على الناحية الاخرى الفيوريوس 5 تقابلوا اخيرا مع تاي لونج، المقاتلة الحقيقية اللي كانت المفروض تبقى الدراجون وورير، اخيرا قصاد الخطر الجامع. هتعمل ايه بقى مع اول اكشن ليها طول الفيلم؟ هتهزموا كلهم. تاي لونج كده كده هيوصل للي هو عايزه سواء تايجرز قدرت عليه لوحدها ولا لا، لان تاي لونج عنده طاقة اكبر وهجوم اكتر وعزيمة اكتر للحصول على اللي هو عايزه. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. ده غير انتقامه اللي عايز ياخده اللي هو دافع اضافي لشراسته ومعرفته الزيادة بالفنون القتالية عن الخمسة وتدريباته الاكتر. مشكلة تايجرز هنا لما ضعفت اول ما التحدي بدأ، مشاكل نفسية ليها، احساس بالنقص ان كل ما جرى ده راح هدر، وانه ما تمش اختيارها تكون دراجون وورير ولا خدت الدراجون سكرول، وشايفة انها محصورة ما بين باو وتاي لونج.
كل ده لعب في دماغها انها ما تستاهلش. افتكروا هي في القتال ده ليه من الاول، وهتفهموا ليه هي ضعفت بسرعة. وبالمناسبة الاكشن عظيم جدا وبيزود مخاطرة بو في قتاله مع تاي لونج، وان تاي لونج مش سهل. You have done well, Panda. Done well? نرجع للاتنين بتوعنا تاني وبنلاقيهم اصدقاء بشكل اكبر من معلم والتلميذ. شيفو اخيرا لقى حاجة اكبر في تدريب بو عن كونه دراجون وورير، والاتنين مبسوطين بصداقة بعض. بو بعد ما اتعلم لسه زي ما هو، والطاقة اللي جواه لسه موجودة، لسه في طاقة المعجب، لسه خايف على ابطاله ولسه بيحبهم. بيستمر اكتر ان يكون الحالة المعاكسة لشخصية تاي لونج. You really believe I'm ready? You are. Po. هنلاقي اثبات اكتر ان بول لسه متغيرش لما خد السكرول وبيتعامل معاه كانه عاشق الفن نفسه، مش حاجه هيكتسب من وراها قوه، حاجه روشه بالنسبه له. حتى بول مش فاهم جوهريه شخصيته هي اللي مفرقاه عن الخطر القادم وعن الفيوريوس 5. وقت انعكاس المرآة مرة أخرى. لو تاي لونج شير تربية غلط وتدريب لهدف غلط من شيفو، بو خد كل حب وحنان وتشجيع حتى لو على إرادة مستر بينج، ودايما بيحاول يوازن ويعمل الصح. مستر بينج مكانش محتاج يتعامل مع بو بالطريقة ديت، لكنه بيظهر في الكام مشهد اللي كان فيهم انه اب عرف يعتني احسن بكتير من شيفو. لولا مستر بينج بو ما كانش هيفهم هدف الدراجون سكرول، وما كانش هيقدر ياخد الثقة اللي هيقدر يستخدمها عشان يواجه الخطر القادم. مستر بينج فهم بو ان الشوربة بالتوابل الخاصة بتاعته ما فيهاش اي حاجة مميزة، ان الحاجة اللي تخلي الشوربة دي مميزة مجرد اطلاق عليها لقب انها مميزة. الراجل بيسيع يعني عشان يبيع نفس الطاقة بسعر اعلى شوية. ما ننساش يا جماعة ان الفيلم مليان افيهات في قمة العبقرية ومكتوبة بحرفية عالية جدا. سبب اخر لليه اوجواي ما اختارش حد من تلاميذ شيفو واختار الفتى ذو الشغف الناري. بو عنده كل حاجة مش عند شيفو، ولا شيفو نفسه بيحبها. وهنا بو عرف قيمة ان يكون دراجون وورير مش في اللقب. الاخراج تاني رائع. ازاي ما حدش بيتكلم عن اخراج الفيلم دوت ومركزين قوي مع بيكسر؟ مش فاهم. حاجة مهمة لازم نفهمها في التحدي ده مش قتال التلميذ والمعلم، ده حرفيا قتال الاب وابنه. قتال شخصي معنوي جدا عن مجرد قتال دموي عنيف، والاذى فيها هيبقى اكبر من مجرد قتال تاي لونج مع الفيوريوس 5. ده كان قتال تايجرز بتحاول تثبت فيه نفسها وفشلت. هنا القتال ماشي اكتر ما بين عتاب ونقاش، وتاي لونج بيطلع كل الباء الازرق اللي شيفو حط عليه، بيراجع الدفاتر القديمة بمعنى صح. You always knew. But when Oogway said otherwise... المشهد ده في النص جميل جدا. نظرة من جانب تاي لونج انه حرفيا مستني الرد، زي تايجرس، زي ما بو محطوط في الوضع الحالي انه لازم يتحدى تاي لونج ويتخلص منه. باقي مشاهد الاكشن عظيمة جدا باخراج رائع ومزيج موسيقي ممتع، والالوان والخلفية اللي متلائمة مع تاي لونج اكتر في الوضع ده انه حرفيا داخل يقتل شيفو لو اضطر، مش جاي يهزر ولا يعاتب وخلاص. التفاصيل اللي في الخلفية مخليها شخصية تاي لونج قريب انه يكون سفاح. القتال ماشي بشكل كبير جدا على مستوى عاطفي، حتى هو بيدخل اوجواي بشكل مباشر وغير مباشر. بعدين بقى مشاهد زي دي تعمل قشعريرة رائعة جدا. تاي لونج حرفيا دخل في البيست مود، ومع عاطفة على استغلال ذنب شيفو ان هو اللي صنع من تاي لونج الشيطان الحالي، مش بيعمل اي حاجة غير انه عايز يزود تعاطف المشاهدين مع الطرفين، حتى لو واحد منهم واضح انه مش قادر. يجي بقى المشهد ده ويكسر تعاطف الطرفين بالكامل، ورسومات تعبيرات الوجه هنا كافية انها تحكي باقي القصة لوحدها. I loved you too much to see what you were becoming, what I was turning you into. I'm sorry. تاي لونج واضح انه حاسس بالندم على كل اللي عمله، لكن كل اللي عمله اللي تقريبا دمر وكاد يقتل وفزع الناس، خلاص كده مفيش رجوع. مع انه هو نفسه حاسس بالندم، راح بدل ما يبص على اعتذار شيفو حول الموضوع لدراجون سكرول، مع ان طول القتال شغالين عتاب وشغالين على العاطفة. واللي في اللحظة دي شيفو كاد ان يودعنا لحد ما بريق الامل نور الصباح وصل.
حرفيا ومعنويا. الاخراج عظيم، مفيش كلام. قتال بو مع تاي لونج بقى هيكون حالة معاكسة تماما للي حصل مع شيفو. بينما تاي لونج وشيفو قتال ماشي بشكل جدي ومعنوي وعاطفي، قتال تاي لونج وبو هيمشي بشكل في قمة الكوميديا والمفاجآت. بو وتاي لونج هما الاتنين بس اللي قدروا يصمدوا او يهزموا شيفو، وضد بعض هيبقوا متساويين بس بطرق مختلفة. هنا سريعا تبتدي الكوميديا. كل ضربة تاي لونج يوصلها لبو بياخد وراها رد في المقابل، يحاول الموضوع لقتال كوميدي اكتر على وزن بو. بو عارف ازاي يستغل المحيط اللي حواليه عشان يزاول او يوصل ضربة معينة لتاي لونج، ووزنه الزائد مساعد على كل حاجة. احنا لسه بنرجع لحاجات تانية من مشاهد سابقة، زي ازاي في اول الفيلم بو استخدم الشجرة دي ورجعها لنا تاني في المشهد ده وهو بيزاول تاي لونج. ما ننساش كمان ان مزاولة بو لتاي لونج عمالة تزود عصبيته اكتر. بو عارف ازاي يستغل الموقف وعارف ازاي يتعامل على الحتة دي. وفي النهاية اخيرا لما تاي لونج اخيرا خد الجايزة اللي فضل وراها من اول ما طلع، ما طلعش فيها ولا حاجة، لا شيء. يعني طول الفيلم بعد كل اللي عملته ده من تدمير وربما قتل وهزايم وتهديد، ما فيهاش ولا حاجة. هنا بقى بو عرف يمسك تاي لونج. تاي لونج يا اما هيستسلم او خلاص كده. تاي لونج طلعت منه ما قداموش اي حاجة تانية غير انه يدمر كل اللي حواليه. لكن لان بو جسمه هنا مش زي جسم الفيوريوس 5 ولا جسم تاي لونج، الضربات الصادمة بتاعت تاي لونج ما كانتش بتأثر في بو، وهنا الفيلم ينتهي. تاي لونج متعصب وبو واخد باله ومنتهز الموضوع. بو مش بيقتل باسلوب كونغ فو نقي ومنوع من دماغه، مستخدم البيئة اللي حواليه ووزنه الزائد، وكونه معجب بالفنون القتالية وبيلقط بسرعة عن الفن. خلصنا. كل الكاركترستيك بتاعت بو من اول الفيلم عرف يستخدمها في القتال ويفوز على خصمه. I'm not a big fat panda. I'm the big fat panda. وهنا بو اصبح الدراجون وورير. لكن والجميع عايز يحتفل ببو والانجاز اللي عمله، بو لسه نقي زي ما هو. افتكر شيفو ورجع جاري عشانه. بو ما كانش محتاج يعمل كده، وكان ممكن يقدر يرجع له في اي وقت بعدين، لكنه رجع له مخصوص وما استناش اي نوع من الاحتفال. الكتابة لسه بتورينا ان بو فعلا الشخص الصح لمهمته وللجميع، حاطط الجميع فوق راحته، ووالده هو اللي قدر يساعده. شيفو دلوقتي حصل على السلام اللي اوجواي وعدوا بيه، مع شوية كوميديا زيادة في النص، واخيرا الاتنين رايحين يعملوا اكتر حاجة بو بيحبها. واقفل الستار. لسه معانا الاسامي بقى بموسيقى هانس زيمر وجون بول، واغنية محفزة جميلة جدا معاهم، مع رسومات رائعة في الخلفية عن اللي حصل بعد الفيلم، معمولة على خلفية تراث صيني. ومشهد اخير بيظهر فيه بو ومحبة شيفو مع بعض بتثمر زي رمز الشجرة اللي اوجواي زرعها مع شيفو. لا بجد احنا ازاي كنا نايمين على الفيلم ده؟ ده فيلم عظيم يا اخوانا، مش محتاج حاجة خالص. ترفيهي، كوميدي، سينمائي، كل حاجة موجودة في الفيلم ده، ومطلع لنا واحد من اعظم الاعمال السينمائية الرائعة على الاطلاق. الاداء الصوتي اكتر من رائع، الرسومات والاخراج حاجة في منتهى العبقرية والجمال. ده في تفاصيل انا متأكد ان ما خدتش بالي منها. الرسومات جميلة، الالوان جمال، القصة محروقة بس التنفيذ عليها اكتر من رائع. ده لوحده يستحق المدح. فيلم رائع بكل المعايير ومقفل اللعبة. لو كانت حاطه صاد اب بدل والي كان هيعلي على بيكسر، لانه في اوقات كان فعلا معلي على بيكسر. الفيلم حط مضمون العيلة وازاي بتنشأ، حط عواقب الاشخاص والتقبل وعدم محبة الذات في ميكس مع كوريوغرافي اكشن رائع تحبه العينين. بكل جملة في الفيلم تتقال ربما ليها تفصيلة او تقل صغير بيحكي قصة او بيضيف لشخصية بحرفية رائعة جدا وعن تقبل الذات. هو من الفيلم بتعلم ان الشخص يكون نقي بنفسه ويتعلم باكتر من طريقة، مش زي ما الكتاب طالب، لان في طرق كتير للعلم. منتهى الروعة.
قصة معجب شغال في مطعم صغير أصبح الأسطورة اللي كان بيحلم بيها لكنه ما كانش متوقعها. قصة رائعة محفزة. أنا مش هقول كتير عشان الفيديو يطول الصراحة. الفيلم عظيم، ماستر بيس، ده يلخص مدى عظمة الفيلم. بس الفيلم ده مش لوحده برضه. شكرا للمتابعة وسيبكم تكرمة يومكم. بيس.